السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، معادنا النهاردة مع آخر درس في الوحدة الأولى، المناطق الصناعية في العالم. النشاط الصناعي في العالم. هنتكلم أول حاجة على الصناعة. أنا عندي معايير بصنف بيها الدولة دي متقدمة ولا لأ، وبالتبعية القارة دي متقدمة ولا لأ. يعني أنا علشان أقيس القارة دي أو الدولة دي متقدمة ولا لأ، هشوف الصناعة فيها. أنت عارف إن الصناعة نوعين، صناعة تحويلية وصناعة استخراجية. الصناعة الاستخراجية المنتشرة والعادية جدا، استخراج المعادن، استخراج مصادر الطاقة، قطع الأخشاب، استخراج الرخام والجرانيت. الصناعة بقى النوع التاني اللي هي التحويلية، ودي اللي بقى أنا بقيس بيها وبقدر بيها مدى تقدم الدول والقارات. هي كمان نوعين، في صناعة تحويلية خفيفة العادية بتاعت الهدوم والأكل، ودي الدول النامية والدول المتأخرة بتصنعها عادي جدا. الصناعة بقى التقيلة، التحويلية التقيلة، زي صناعة الإلكترونيات، صناعة التليفونات، الأجهزة الكهربائية، السيارات والطيارات. دي الصناعة اللي بقيس بيها الدولة دي متقدمة ولا لأ. يبقى أول حاجة أنا بقيس بيها مدى تقدم الدول والقارات نوع الصناعة، وتركز الصناعة كتير ولا مصنعين 3 وشكرا. ورقم 3 جودة المنتج. يبقى أنا بقيس تقدم الدول عن طريق نوع الصناعة، تركز الصناعة، وجودة الصناعة. أنا كده أبقى عارف الصناعة اللي في الدولة دي منتشرة واقتصادها قايم عليها صناعة متقدمة، يبقى دي دولة متقدمة. صناعة من الصناعات الاستهلاكية الخفيفة بتاعت اللبس والأكل، يبقى دي دولة لسه نامية. في بقى شوية دول نامية بتحاول إن هي تبقى دولة متقدمة، بتحاول ترفع مستوى شعوبها وتتقدم صناعيا، زي مصر والصين وجنوب أفريقيا. 3 دول نامية بتحاول ترفع مستوى شعوبها عن طريق الصناعة. طيب الدول المتقدمة ليه أنا قلت عليها دول متقدمة؟ ليه تخصصت في الصناعة واتطورت وازدهرت؟ عشان هي في الصناعة بتعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة. هي في الصناعة بتعتمد على تكنولوجيا، وسائل متقدمة، التطور العلمي. طيب أنا كده خلصت الجزء اللي أنا هصنف بيه دول العالم لدول متقدمة ودول نامية. دول فيها أقاليم صناعية متقدمة ومتطورة، ودول لسه بتحاول تعمل نهضة وتطور صناعي. تعال أقول لك بقى الصناعة أساسا بتبقى موجودة ليه؟ عشان تقوم الصناعة في أي دولة في العالم في عوامل طبيعية وعوامل بشرية لقيام الصناعة. العوامل الطبيعية اللي احنا عارفينها برضو من واحنا صغيرين، وهي مصادر الطاقة، المواد الخام، والموقع المتميز. يبقى أنا عندي 3 عوامل طبيعية: الموقع بتاع الدولة، المواد الخام، ومصادر الطاقة. أساسيين في الصناعة: مواد خام، مصادر طاقة، والموقع. طب والعوامل البشرية؟ احنا زمان واحنا صغيرين في 4 و5 وفي ابتدائي كنا بنقول العوامل البشرية عمال، مال، سوق، ووسائل نقل. كنا على طول ناخدهم عمال، مال، سوق، نقل. العوامل البشرية هي الأيدي العاملة ورؤوس الأموال والأسواق، دول أساسيين. زودنا عليهم حاجتين: سياسة الحكومة والتقدم العلمي. الدول المتقدمة ولاد بتخصص جزء من ميزانية الدولة للبحث العلمي، عشان تدور في مجال الصناعة أو في مجال الزراعة أو حتى في مجال رعي. بتعمل أبحاث عشان تخلي الإنتاج بتاعها أعلى، عشان تحسن من إنتاجيتها. فالبحث العلمي أساسي لتقدم الصناعة. وسياسة الحكومة حاطة برنامج أو هدف للتطور بتقوم على أساسه بزيادة المصانع، بزيادة البحث العلمي، بتبني العقول المنتجة اللي بتخترع حاجات جديدة. يبقى العوامل البشرية المرة دي أنا حافظها: رؤوس الأموال والأيدي العاملة والأسواق، معاهم التقدم العلمي والتكنولوجي، وكمان سياسة الحكومة. يبقى أنا عندي 3 عوامل طبيعية و5 عوامل بشرية. العوامل الطبيعية خامات ومصادر طاقة وموقع، خامات ومصادر طاقة وموقع. والعوامل البشرية الأيدي العاملة والأسواق ورؤوس الأموال والتطور العلمي وسياسة الحكومة.
تعال اسالك سؤال، ايه العلاقه بين الصناعه الحديثه والتعدين؟ ما العلاقه بين الصناعه الحديثه والتعدين؟ صناعة المواد الخام. تعتمد الصناعه الحديثه على التعدين؟ صح، التعدين عامل اساسي من عوامل قيام الصناعه. طب في سؤال تاني، ايه العلاقه بين التكنولوجيا والصناعه؟ بسبب تطور التكنولوجيا تطورت الصناعة. كلما تطورت وسائل التكنولوجيا تطورت الصناعه. تمام. طيب تعالى بقى نخش على الاقاليم الصناعيه في العالم. هو بقى ده الدرس. انا عندي 5 مناطق صناعيه هنوزعهم على خريطه العالم. اول منطقه صناعيه وسط وغرب اوروبا. حط الخريطه قدامك، وسط وغرب اوروبا. وبعدين اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، واقليم روسيا واوكرانيا، وبعدين اقليم شرق اسيا، وفي اقاليم صناعيه جديده. نقول تاني، الاقاليم الصناعيه في العالم 5 مناطق. 5 مناطق يعني 5 اماكن ممكن يكون المكان ده فيه كذا اقليم. 5 اقاليم ممكن الاقاليم يكون فيها 5 اجزاء. يعني روسيا واوكرانيا في جبال الاورال، وفي الموسكو. شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه كل منطقه البحيرات العظمى. الاقاليم الصناعيه الجديده انا عندي 6 مناطق. خلاص، يبقى الاقاليم الصناعيه معنى كلمه اقليم صناعي يعني كذا مكان جوه الاقليم بينتمي للاقليم ده. اول اقليم عندي اقليم غرب ووسط اوروبا. اقليم غرب ووسط اوروبا زي فرنسا، زي المانيا، زي انجلترا، في كذا دوله اهو جوه الاقليم نفسه. انا شايفه ان اقليم غرب ووسط اوروبا من اشهر واقدم الاقاليم وانجحها. ليه؟ اقليم غرب ووسط اوروبا عاملين حاجه مقويه العلاقات التجاريه والاقتصاديه بينهم، وبتحميهم من الجمارك، وهو الاتحاد الاوروبي. يبقى اول اقليم معايا غرب ووسط اوروبا. انت معاك قاره اوروبا على الخريطه، ومعاك الجزر البريطانيه المفروض هترسمها بايدك دلوقتي. كل الجزء بتاع وسط اوروبا لحد الجزر البريطانيه ده اقليم غرب ووسط اوروبا. اقليم غرب ووسط اوروبا بريطانيا، فرنسا، المانيا، دول جزء من الدول اللي في الاتحاد الاوروبي، وجزء من الدول اللي في غرب ووسط اوروبا. مالهم دول؟ دول بيتوافر فيهم المقومات الطبيعيه والبشريه بشكل عام. مقوماتهم الطبيعيه والبشريه للصناعه موجوده، بما في ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي. وهم كمان عملوا حاجه زودت التطور الصناعي وحمتهم من الجمارك، وزودت العلاقات التجاريه بينهم، اللي هو الاتحاد الاوروبي. هيئه الاتحاد الاوروبي بتحافظ على وحدتهم، بتحميهم من الجمارك، وكمان بتدعم العلاقه القويه بين دول الاتحاد الاوروبي. خش على اللي بعده، اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه شايفينه؟ البحيرات العظمى. تمام؟ طيب، شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه اكبر اقليم صناعي في العالم الجديد. اولا لانه بيتوافر فيه كل المقومات الطبيعيه والبشريه. ثانيا لانه بينتج الصناعات الاستهلاكيه الخفيفه بتاعت الاكل والهدوم، وكمان بينتج الصناعات التقيله بتاعت الالكترونيات والاجهزه الكهربائيه والادوات الكهربائيه وكل الصناعات التقيله. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر، يعتبر اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه اكبر الاقاليم الصناعيه. هتقولي لانه واحد بيتوافر فيه المقومات الطبيعيه والبشريه للصناعه، ولان 2 بينتج او بيتصدر انتاج الصناعات الاستهلاكيه الخفيفه والصناعات الهندسيه الثقيله. 1 بيتوافر فيه المقومات الطبيعيه والبشريه للصناعه. 2 تتنوع صناعاته ما بين الاستهلاكيه والصناعات الهندسيه. تعال ناخد بقى الاقليم الثالث. ركز معايا، احنا خدنا اول واحد غرب ووسط اوروبا، وانا بقول غرب ووسط اوروبا علشان التقدم بيجي من الغرب وبيقل كلما اتجهنا الى الشرق. خلاص، اقليم غرب ووسط اوروبا. تاني اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. انا قلت امريكا، مين اللي بينافس امريكا كده واحنا كده من غير لا دراسه ولا بتاع؟ روسيا طبعا. يبقى رقم 3 هتقول اقليم روسيا واوكرانيا. برافو عليك. الاقليم الثالث اقليم روسيا واوكرانيا، وده اقاليمه متباعده مش جنب بعض. عندي اقليم موسكو والمنطقه اللي حواليها، واقليم جبال الاورال. اقليم موسكو وجبال الاورال. يبقى اقليم روسيا واوكرانيا فيها موسكو وجبال الاورال.
خش على اقليم شرق اسيا. رقم 4 اقليم شرق اسيا. اقليم شرق اسيا هناخد منطقتين معروفين فيهم، جزيرة هونشو في اليابان وجمهورية كوريا، ومناطق متفرقة من الصين. يبقى شرق اسيا جزيرة هونشو، جمهورية كوريا، ومناطق متفرقة من الصين. رقم 5 المراكز الصناعية الجديدة. المراكز الصناعية الجديدة ولاد دي الدول وبتحاول جاهدة إن هي تصبح من الدول المتقدمة وترفع من مستوى شعوبها الاقتصادي والمادي. بص بقى معايا، هناخد القارات والدول اللي فيها أو الأماكن الصناعية اللي فيها. هبدأ بأكبر قارة وهي قارة آسيا. آسيا فيها 5 حاجات: ماليزيا، سنغافورة، أندونيسيا، تايلاند، دول الخليج. وليه بقى دول الخليج؟ عشان البترول. تاني، آسيا فيها 5 مناطق صناعية جديدة، دول نامية بتحاول تبقى دول متطورة وبتنهض بمستوى شعوبها. ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، تايلاند، دول الخليج. ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، تايلاند، ودول الخليج دول في آسيا. خدت آسيا أكبر قارة وأكتر مراكز صناعية. تعالى ناخد استراليا. الإقوانوسية في استراليا. الإقوانوسية في استراليا. خدت آسيا واستراليا. هاخد أفريقيا. أفريقيا فيها دولة مصر ودولة جنوب أفريقيا. يبقى أفريقيا فيها مصر وجنوب أفريقيا. وبعد كده عندي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. بص أمريكا الشمالية فيها إيه؟ فيها كندا والمكسيك. كندا والمكسيك. أمريكا الجنوبية فيها البرازيل، الأرجنتين، شيلي، أراجواي. البرازيل، الأرجنتين، وشيلي، وأراجواي. 4 مراكز في أمريكا الجنوبية هنحفظهم مع بعض. آسيا فيها 5 حاجات: ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، أندونيسيا، ودول الخليج. قولوهم كده: ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، أندونيسيا، دول الخليج. ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، دول الخليج. حلو. وليه دول الخليج؟ عشان البترول. عشان فيها بترول. واستراليا فيها الإقوانوسية في استراليا. الإقوانوسية في استراليا. وأفريقيا مصر وجنوب أفريقيا. وأفريقيا مصر وجنوب أفريقيا. أمريكا الشمالية كندا والمكسيك. كندا فوق والمكسيك تحت. أمريكا الجنوبية 4 حاجات: شيلي، البرازيل، أوروجواي، الأرجنتين، شيلي. بترتيبهم كده: البرازيل، أوروجواي، الأرجنتين، شيلي. البرازيل، أوروجواي، الأرجنتين، شيلي. بس ده سهل جدا. لازم توزع على خريطة العالم الأقاليم الصناعية والمناطق الصناعية. هتحل تدريبات الدرس. هستنى كومنتاتكم. اشوفكم درس جديد. السلام عليكم. احنا كده خلصنا الدرس. درس سهل وخفيف. لازم توزع على خريطة العالم الأقاليم الصناعية والمناطق الصناعية. هتحل الدرس. هسيب لك الورق PDF في صندوق الوصف ديسكريبشن. خشوا لايك، شير كتير للفيديو، سبسكرايب. خلاص بقى يا حبايبي بقى. عايزة كومنتات كتير. باي.